الأخبار إن صدقت تقول أن الأخضر بالريش اعتزل بين سبورت، والأخبار إن صدقت تقول يوسف سيف اعتزل، وكثير من المعلقين وأيمن جدة أتوقع اعتزل. قامة إعلامية كبيرة، منهم من كانوا معلقين وأصبحوا مقدمين، ومنهم من بقيوا معلقين، ورؤوف خليف أيضا يكون هم اعتزلوا. كان هذا القرار صادقا وعن جد الكل اعتزلوا، فرسالة لهم: شكرا على ما قدمتم، شكرا على هذه المسيرة من العطاء، شكرا على مسيرة من المتعة، شكرا على أصوات على مونديال 2006 من رؤوف خليف. كنت صغير وخلاني أعشق البرازيل، فكنت أسمع كلمة يوزع منه كانت تفوت في روسنا واحنا قاعدين. كنا نجتمع 10 و11 واحد نحضر المونديال ونحضر منتخب البرازيل. كان معروف رؤوف خليف بكلمته يوزع، وأيمن جاد في تعليقه وتقديمه الخرافي الآن للاستديوهات. وملان والأخضر بالريش صراحة ملك ملوك الاستوديوهات، وملان صراحة لكي لا ننسى الكثير من المعتزلين. يوسف سيف تعليقه على برشلونة يا إخوان كان خرافي، كوني برشلوني. شكرا لكم، قامات إعلامية كبيرة، لن ننساكم، ستبقون ذكرى مخلدة لبين سبورت وللمشجع العربي بالأخص وللمشجعين بشكل عام. أبدعتم، أقنعتم، سنين جيدة وخبرة كبيرة صراحة في هذا المجال. شكرا على العطاء يوسف سيف، لن ننساك. لن ننسى تعليقك على برشلونة صراحة، في تعليقات من الذاكرة لن ننساها ليوسف سيف. كذلك رؤوف خليف يوزع، وتعليقات على البرازيل، ألمانيا وإلى آخره. والله في مباريات الآن لو تتذكر هاي الناس تصير تخطر على بالك وتقول ولا وهذول الناس رح يدشرونا وإلى آخره. لكن هاي سنة الحياة بالأخير، كل شيء له بداية وكل شيء له نهاية، ولا بد من الاعتزال ولا بد من الرحيل عن المنصب اللي انت فيه. لا يبقى على هو إلا هو. شكرا لكم على المسيرة من العطاء. لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. السلام عليكم.